الحمد لله الكابتن محمد عبد الرحمن وجهازه الفني بالكامل. اعتقد ان هم عملوا فتره اعداد مميزه جدا. كان فيها مباريات وديه تقريبا 36 مباراه وديه. كتير. الناس كلها لعبت بطريقه الاحمال كانت واضحه جدا، بما اننا يعني شايفين كانت مناسبه لكل اللعيبه، درجات معينه الناس كلها اخذت زي بعض. طبعا يعني شايفين احنا الوضع كويس، نتائج كويسه بغض النظر عن النتائج. الاهم من عندنا يعني الاهم عندنا الاداء، لان طبعا هنلعب في مجموعه كبيره، مجموعه القاهره ومجموعتنا. الوضع صعب طبعا مش زي كل سنه، بس احنا الحمد لله على استعداد لاي فريق وفي اي وقت يعني ان شاء الله. كابتن ابراهيم، طبعا اكيد اوبرمت عده صفقات، يمكن اكتر من 10 صفقات من خارج بورسعيد، ابرزهم جده مهاجم من البلديه وهداف القسم الثاني في مجموعه بحري على ما اعتقد، واخيرا عماد فتحي حارس مرمى الشرقيه ونجم الشرقيه والذي ساهم بصعود الشرقيه للدور الممتاز. كذا فرقه يعني الشرقيه وكان طنطا صعد معاهم، ترقي كذا مره، بتروجيت هو لعيب كبير طبعا، واحنا ما فيش لعيب، كل اللعيبه جبناها لعيبه كويسه، مش جده بس ولا عماد بس، لا كل لعيبه حازم، وجبنا معتز حارس رجعناه تاني، وجبنا يونس من الانتاج الحربي طبعا. وبغض النظر عن قبل اللعيبه دي ما كانت تيجي عندنا، اهم حاجه احنا كنا محافظين على القوام الاساسي للفريق زي احمد عبد الرازق وشعبان وفرهود وطه ووفائي. رغم العروض الكبيره اللي جات لهم، احنا صممنا ان القوام الاساسي يبقى موجود في النادي، ومع التدعيمات الجديده. بس احنا يبقى بقى ان شاء الله انطلاق المسابقه، والعائق الوحيد بالنسبه لنا هو مش الكوره. يعني احنا فرقه كوره، فرقه محترمه، ونلعب مع اي حد في اي وقت. يعني احنا يمكن لعبنا مع المقاولين العرب، مع المقصه، مع الجيش، عملنا نتائج محترمه جدا. وحرجناهم يعني في الملعب. بس هو المشكله عندنا هتبقى مشكله ماديه اكتر منها فنيه يعني. نتكلم يا كابتن على الشق المادي. الشق المادي احنا طبعا بنحاول نعمل اللي علينا ان شاء الله باذن الله. انا بسعى كده في مشروع استثماري كده باذن الله خارج النادي، وصلت لمراحل متقدمه فيه باذن الله، هقدر باذن الله. المشروع باسم المريخ؟ لا، المشروع مش باسم المريخ، هو براندات وحاجات كده هتيجي على سور النادي كده باذن الله، وهتبقى تعمل دخل محترم لنادي المريخ. بس يبقى التنفيذ، وباذن الله ان هتفرق معانا طبعا. وكلنا عشم طبعا في سياده اللي هو اركان حرب عادل غضبان، اللي احنا عارفين ان هو محب لبورسعيد ومحب للرياضه، وعادني قبل كده على الهوا ان هو يدعمنا ودعمنا، وكلنا ثقه فيه، لان الراجل ده يعني وجهه نظري ان انا بقول افضل محافظ في مصر كلها من حيث العمل والجهد وانتمائه لبلده. فطبعا كلنا عندنا امل ان هو هيقف جنبنا، مش هيسيبنا ساعه يعني المحنه، هيكون معانا. فاحنا طبعا يعني مطمنين الحمد لله. وبس بالنسبه للفنيات، طبعا كابتن محمد عبد الرحمن مدرب محترم ومدرب كبير، وكلنا طبعا ثقه فيه. لا، انا مش مهم عندي الفرقه اللي هنلعبها والله، واحنا لو كنا هنلاعب فريق درجه رابعه بس هو اول مباراه، مهم عندي قوي ان انا اطلع بالثلاثه بونت. الانطلاقه يعني انا مش بفكر في اف سي مصر قوي، لا انا بفكر في اول مباراه. يعني ايا كان هنلاعب مين، طبعا هم عندهم امكانيات جباره، امكانيات ماديه وبشريه وامكانيات ملاعب كبيره جدا. احنا طبعا ما بيهمناش الكلام ده كله، احنا لعبناهم هم في اقوى فتره ليهم، والحمد لله اتغلبنا عليهم في الدقيقه 120 كمان، يعني مش فانا بحترم الكابتن محمد في حته البدني، وبيعرف يوقف اللعيبه كويس. يبقى بس هو يعني ما فيش قلق مننا، اللي عامل التوفيق، واحنا الحمد لله مؤمنين بقدر ربنا ايا كانت النتيجه. بس يعني السلبيات والايجابيات اللي هنقف عندها هي دي اللي احنا هناخد بالنا منها، بحيث المرحله اللي بعد كده نقدر نعدي منها ان شاء الله. مش عايز اكذب على الناس، يعني خلينا واقعيين شويه. يعني الدوري الممتاز عايز امكانيات ماديه كبيره جدا. انا لو ما عنديش حلم ان انا اصعد بنادي المريخ للدوري الممتاز همشي. انا كل سنه حتى لو معايا 10 لعيبه بس، انا امل ان انا اصعد للدوري الممتاز. طبعا الكابتن احمد زارع فينا القصه دي، وهو كابتن مرسي رحان طبعا زارعين فينا القصه دي، واحنا عندنا امل ان شاء الله احنا نصعد باقل الامكانيات. والله انا بقول لكابتن محمد يعني ايه، احرج الناس، اكسف الناس. يعني انت هتكسب ان شاء الله باذن الله، هنقف جنبك، هندعم المحافظه، هتقف جنبك الرجال. يعني مش طبعا احنا بنرفض اي رجل اعمال ان هو يدعم نادي المريخ، دي سياسه الكابتن احمد جوهر. المحافظه هتقف جنبك. احنا كمان يعني مش مطلوب مني ان انا اقول احنا بنعمل ايه، بس يعني اكسفنا. يعني اعمل ومالكش دعوه، تركز في اي حاجه ماديه، اي حاجه، ركز في الملعب بس، اكسب ان شاء الله باذن الله. هنقف معاك، وهنلتزم باللائحه وغير اللائحه كمان. احنا كنادي المريخ، انت يمكن تعرف يا كابتن عمرو، احنا اسره، يعني احنا بيت واحد.
اللعيبه كلنا احنا كلنا في اصحاب في بعض، وكلنا قلبنا على قلب بعض، فلازم نظهر ده في الملعب. ظهرنا ده في الملعب باذن الله، احنا الجانب اللي من ناحيتنا هننفذه باذن الله. كابتن ابراهيم جوهر المشرف العام على الكره بالفريق الاول بنادي المريخ، بنقول لك بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. شكرا يا كابتن.